السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلام وبصحة وعافية يا رب، اللهم امين. ان شاء الله هنشرح مع بعضينا الدرس الرابع ليسون 4 من يونت 1. ده طبعا البريب 2 اللي بيتكلم عن هيت ترانسفير ميثودز، طرق انتقال الحرارة. طيب نبدأ الاول كده. ايه هو الهيت فلو او ايه هي انتقال الحرارة؟ لقينا لما انا بجيب بوت بحله يعني من البويلنج ووتر، مثلا درجه حرارتها 100، واحطها placed in a room درجه حرارتها 25 degree، اوضه درجه حرارتها 25. لقينا ان الميه quickly cool down، الميه بتبرد over the time مع الوقت. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ انتوا كلكم عارفين ان الحراره انتقلت، transfer thermal energy، انتقلت من الووتر اللي هو السيستم to the room اللي هو السراوندينج. تمام؟ اللي انتقل ده اسمه ايه بقى؟ هيت. يبقى لما اجي اقول هيت، ايه هي الهيت؟ هي الانرجي، طاقه اللي ترانسفير بتنتقل من وان سيستم تو انذر، ممكن تنتقل من سيستم لسيستم او تو ذا سراوندينج، تروح للبيئه، للمحيط، سراوندينج ميديوم. ودي اللي انتقلت، ليه مشيت من مكان لمكان؟ اصل في واحد 100 وفي واحد 25 بسبب ديفرنس ان تمبريتشر، اختلاف درجات الايه؟ درجات الحراره. يعني بالبلدي كده، لو انا عندي حاجه هوت وعندي حاجه كولد، لقيت ان الحراره بتنتقل من الهوت تروح لمين؟ تروح للكولد، لحد ما الاتنين انتقال الحراره اهو، عمل لي انتقال الحراره اهو، الحراره هي اللي بتنتقل. طيب جاب لي تجربه كده، وجاب لي ميه وقاس درجه حرارتها لقاها 20، وجاب ميتال بولز، كور معدنيه، قاس درجه حرارتها يعني سخنها الاول وبعدين قاس درجه حرارتها لقاها 100، وبعدين راح حاطط دي مع دي، لقى درجه الحراره بقت 28 لما حط الاثنين مع بعض. يبقى الحراره انتقلت، ترانسفير الهيت من الميتال بول الكور المعدنيه تو ذا كولد ووتر، الحراره انتقلت من الكور المعدنيه اللي كانت سخنه قوي راحت للكولد ووتر. طيب يبقى التمبريتشر اوف كولد ووتر، درجه حراره الكولد ووتر زادت. ايوه، ما هي كانت 20 بقت 28. طب درجه حراره المعدن اللي انت حطيته قل، تكريز. ليه قل؟ اصله كان 100 بقى 28. يعني انا عندي حراره مشيت من واحد راحت لواحد، فواحد زاد اللي هو كسب، واحد قل. كاني بالظبط بقول لك غني بيدي الفقير، فالغني قل والفقير زاد، الاثنين يفضلوا يدوا لبعض لحد ما هما الاثنين يوصلوا لدرجه 28. طيب الكونكلوجن، انا فهمت ان لما تو اوبجكت، اتنين عندهم different temperature come in contact، بيلمسوا بعض، الهيت will transfer from system اللي عنده high temperature to system اللي عنده low temperature. يبقى الحرارة تنتقل من السيستم اللي عنده high للسيستم اللي عنده low، من السيستم اللي معاه فلوس للسيستم اللي معهوش، من السيستم اللي معاه حرارة للسيستم اللي أقل في الحرارة، لحد ما يبقى يا دكاترة until both are the same temperature، لحد ما هما الاتنين يبقى عندهم the same temperature، نفس درجة الحرارة. ودي بنسميها thermal equilibrium. اسمها thermal ايه؟ thermal equilibrium. thermal equilibrium. يبقى انا معايا هوت اهو مادة هوت اهي ايه، حطيتها مع مادة كولد اهي بي جنب بعض، لقيت الحرارة بتمشي تمشي 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 لحد ما الاتنين بقى warm. يبقى الهيت ترانسفير from higher temperature A للlower temperature B until they equal in temperature، لحد ما الاتنين يبقوا equal in temperature. طيب ايه هي بقى الثيرمال ايكوليبريم؟ الثيرمال ايكوليبريم هي condition، حالة. ايه يا مستر الاتنين قد بعض؟ يعني ده حالة. ثيرمال ايكوليبريم يعني اتزان حراري، اتزان حراري. هي condition، حالة in which بيحصل فيها ايه بقى؟ two systems، السيستمين of different temperature come into contact، اللي بيلمسوا بعض. يعني بقول لي ان الكونديشن in which the two system of different temperature come into contact، الجسمين بيبقوا مختلفين في الحرارة. طب لما بيلمسوا بعض بقى، الاقي ان التمبريتشر becomes the same، الاقي درجة الحرارة فيهم بقت واحدة. ليه واحدة؟ ازاي؟ ما هو كانوا مختلفين، كان واحد هوت وواحد كولد، لان الحرارة مشيت من الهوت راحت لمين؟ صح، راحت للكولد. طيب ولقينا ان amount of heat loss from one system، الحرارة اللي بيخسرها واحد بيقلها واحد، هي بتساوي ال amount of heat gained by another system، هي الحرارة اللي كسبها التاني. يعني واحد قل حاجة فالتاني بيقل، واحد قل اتاخدت منه حرارة، التاني زاد نفس الحرارة دي بالظبط. واحد خسر 5 جنيه فالتاني هو اللي كسب ال5 جنيه. تمام؟ بس في شرط، لازم يبقوا نفس المادة
نفس التايب ونفس الماس، ده شرط. طيب وات هابن، ايه اللي يحصل لما تو اوبجكتس جسمين عندهم سيم تايب نفس الماده وسيم ماس نفس الكتله، يعني كيلو الومنيوم وكيلو الومنيوم، حله الومنيوم كيلو وحله الومنيوم كيلو، واحده سخنه وواحده ساقعه وحطيت لهم جنب بعض different temperature come in contact جنب بعض، لقيت ان الحراره ترانسفير من الهوت اوبجكت تروح للكولد اوبجكت until thermal equilibrium takes place، يعني الحراره تمشي من 50 تروح ل 30 لحد ما هما الاثنين يبقوا قد بعض تقريبا 40. تمام، اللي هي بنسميها الافريج. فاكرين الافريج بنجيبها ازاي؟ التوتال، اجمع التوتال divided النمبر. التوتال هنا كام؟ 50 بلس 30، ده 50 وده 30 divided النمبر عددهم 2، هلاقي كل واحد في 40 ديجري. يبقى الحراره اللي هتبقى في التوتال بعد ما الحراره تنتقل ويبقوا قد بعض هلاقيهم الاثنين بقوا 40، ده 40 وده 40. طب افرض لو التو اوبجكت عندهم سيم تمبريتشر، نفس درجه الحراره، كم ان كونتاكت ولا اي حاجه تحصل، نو هيت، ما هو ده 30 وده 30، مفيش غني ومفيش فقير، مفيش هاي ومفيش لو، يبقى الهيت will not transfer between them، الحراره will not transfer between them. طيب يا مستر give reason when metal balls كور معدنية درجة حرارتها 30 mixed with water at temperature 20، درجة يعني في كور معدنية 30 حطيتها في مية درجة حرارتها 20، ده metal وده water. لقينا ان التمبريتشر بتاع الميكستشر المخلوط لما احطهم مع بعض كده بعد الثيرمال ايكوليبريم مش هيبقى 25. الناس تفتكر ايه؟ هيبقى 25. ما انا لو عملت الافريج ده بلس ده ديفايدد عددهم 2 الاقي 25. لا، نوت 25. ليه؟ لان في شرط، انا قلت ان هم لازم يبقوا نفس الماس ونفس الماده، بيكوز الميكستشر اللي انت حطيته ده بيتكون من مادتين ديفر، مختلف في الماس ومختلف في التايب، فبالتالي برضه هيبقى مختلف فين؟ في السبيسيفيك هيت. يبقى لازم ان هم يبقوا زي بعض في الماس والتايب، هم مختلفين. طيب يا مستر ايه الطرق الهيت ترانسفير ميثودز؟ 3 طرق، الحراره بتنتقل ب3 طرق، بالكوندكشن والكونفكشن والراديشن. نمسك اول واحده كده، الحراره بتنتقل بالكوندكشن ازاي؟ ثرو سوليد، المواد الصلبه. الكوبايه اللي انت شايفها دي كوبايه سخنه وفي معلقه، تيجي تمسك المعلقه when you touch a metal spoon placed in a cup of hot tea، ايه اللي بلاقيه بقى اول ما احط تاتش ميتال سبون، معلقه المسها، المعلقه محطوطه في كوبايه شاي سخنه، بلاقي ان الحراره بتنتقل من التي للسبون وبعدين اند فروم السبون تو الهاند، تنتقل لايدك، يعني الحراره عدت من المعلقه دي السخنه. ده بنسميه كوندكشن او ثيرمال كوندكشن. تمام. طيب ازاي الحراره بتتحرك في المعلقه بالكوندكشن؟ يعني ازاي؟ يعني مش فاهم ايه اللي حصل. جبنا تجربه هنا ورحنا جايبين حاجه حديد ميتال وجايبين مسامير اهي 1 2 3 4 1 2 3 4 وشمعه ولعتها وسخنت الناحيه الاولانيه دي، لقيت ان المسامير بدات تقع بالترتيب، الاول وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع. ايه ده يا مستر ليه كده بالترتيب كده؟ ليه؟ لقينا ان الحراره الهيت is transferred along the metal route، الحراره بتنتقل عن طريق الميتال دوت من الهاي تمبريتشر من الناحيه السخنه لللور تمبريتشر للناحيه البارده او الاقل، يعني باي كوندكشن. طيب الحراره ازاي انتقلت من غير ما المعدن ينتقل اصلا؟ يعني القضيب زي ما هو، ازاي الحراره مشيت؟ بص الحراره مشيت ازاي. لقينا ان الكاينيتيك انرجي بيزيد في الناحيه من الوان اند اللي الميتال هيتد، يعني الناحيه دي هيت اهو سخونيه، فالناحيه دي الحراره زادت، بدات البارتيكلز اللي انسايد ات، الجزيئات اللي جواها، في جزيئات هنا بدات فايبريت مور، تهتز اكتر، ولما فايبريت مور تهتز اكتر some of this energy بعض الطاقه دي انتقلت from particle to another، بدات تهتز، ما هي دي اتهزت اكتر فدي خبطت في دي اهتزت اكتر، خبطت في دي اهتزت اكتر، فبدات الحراره تنتقل من مكان لمكان 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 without the particles moving from their places، من غير ما البارتكلز تتحرك من مكانها. امال هي ايه؟ بتهتز، مجرد فايبريت مور. طب الاكسبلانيشن بقى، فهمت ان الحراره move through solid object from one point to another without، بدون البارتكلز دي ما تغير مكانها.
لان السوليد كده كده ما بيغيرش مكانه، يتهز بس. فهمتوا؟ يبقى الحراره بتنتقل من غير ما تغير مكانها، من غير ما البارتيكلز يغير مكانه. يبقى ايه هي الثيرمال كوندكشن؟ هي ترانسفير اوف ثيرمال انرجي، انتقال الثيرمال انرجي through solid bodies في المواد الصلبه from one point to another، من point to another، من حاجه لحاجه without particles moving from their position، من غير ما البارتيكلز تتحرك من their position. طب ده حاجه اسمها thermal conductivity. في حاجه اسمها thermal conductivity، هي عباره عن ايه؟ بيقيس الماتيريالز ابيليتي، قدره المواد ان هي كوندكت هيت. لان احنا عارفين ان في نوعين من المواد، في مواد بتوصل حراره ومواد ما بتوصلش حراره، في مواد جود كوندكتور ومواد باد كوندكتور. فهنا راح قال لي ايه؟ راح قال لي الماتيريالز، المواد ار كلاسيفايد اهي، الماتيريالز بتنقسم حسب الترانسفير اوف هيت لنوعين، مواد بقول عليها ثيرمال كوندكتور ومواد بقول عليها ثيرمال انسوليتور. طبعا باين قوي الثيرمال كوندكتور، المعادن، الميتالز اللي هو الجولد، الايرن، تمام، دي مواد بتوصل. طب المواد الثيرمال انسوليتور زي الوود، زي الجلاس، زي البلاستيك، زي الاير. طيب الثيرمال كوندكتور، نمسك كده الثيرمال كوندكتور، هي الماتيريالز اللي allow thermal energy to transfer through، يعني المواد اللي بتسمح للحراره تعدي من خلالها. ودي بنقول عليها ان الثيرمال كوندكتيفيتي هاي، يعني زي المعلقه الحديد، طبعا معلقه الميتاليك سبون، لو انا سخنتها من هنا بحس الناحيه دي وانا ماسكها بايدي من هنا، من الناحيه دي كده، بلاقي ان الناحيه دي هوت مع ان انا مسخنها من هنا، لان الحراره قعدت تتحرك. يبقى هي allow، بتسمح للثيرمال انرجي ترانسفير، ثيرمال كوندكتيفيتي هاي. زي الميتالز، كبر، ايرون، الومنيوم، ستانلس، ميركوري، كل ده بيوصل. الثيرمال انسوليتور بقى هي المواد اللي ما بتوصلش او بتقاوم، هي الماتيريالز اللي ريزيست، بتقاوم، ممكن توصل بس بسيط قوي، فهي بنقول كده ريزيست، بتقاوم ذا ترانسفير اوف ثيرمال انرجي. ترانسفير اوف ايه؟ ثيرمال انرجي، هي المواد اللي ريزيست ذا ترانسفير اوف ثيرمال انرجي. الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعها بتبقى لو، يعني توصيل الحراره بتاعتها بتبقى لو. طيب زي الاير والبلاستيك والوود والجلاس. طيب يا مستر، لو انا جيت المواد حاولت ارتبها حسب الكوندكتيفيتي، لقينا اول واحد بيوصل الدايموند، يبقى الدايموند بيوصل الاول احسن واحد، وبعدين السيلفر، وبعدين الايه؟ الكبر. الدايموند افضل واسرع واحد، يعني هم كلهم بيوصلوا بس الاسرع الدايموند. طيب في شويه اسئله بيقول لي ان الكوكينج اوتنسلز، الحلال، الكوكينج بوتس يعني، معموله من الميتال زي الالومنيوم، زي الستانلس. ليه؟ عشان هي هاي ثيرمال كوندكتيفيتي، ممكن نقول عليها عشان هي ثيرمال كوندكتور. طب ليه الايد بقى بتاعت الحله معموله من الوود والبلاستيك؟ هقول له عشان هي لو ثيرمال كوندكتيفيتي او ثيرمال انسوليتور. طب في حاجه اسمها بوليسترين بانل. البوليسترين بانل دي عباره عن زي مسامير كده معموله من البوليستر مع البلاستيك كده، بليزد، بتتحط ما بين الهولو بريك، الطوب المفرغ. لما باجي ابني الوولز، الحيطان، بحط كده البتاع دي ما بين الطوب كل شويه، اللي هي البوليسترين بانل ديت، تمام، مع الحاجات البلاستيك اللي بتتحط برضو ديت، ممكن نحطها زياده. ليه بقى؟ لقينا ان البوليسترين مع الهواء طبعا اللي موجود في الطوب، ما هو الطوب ده المفرغ ده كده جواه هواء، يبقى البوليسترين والاير هما اللي موجود في الهولو بريك، هما الاثنين ثيرمال انسوليتور. طب دي ميزه، طبعا ميزه، بيمنع التغيرات، التمبريتشر تشينج اللي بتحصل في المبنى. بمعنى ادي المبنى اهو، لما انا اعمله من الاير والبوليسترين، ساعتها لو الجو بره حر قوي، الحراره دي مش هتدخل، لان دولت عازل، بيعزلوا الحراره، ما بيخليهاش تدخل. فهمتوا؟ يبقى بتمنع الحراره تدخل. طيب presence of cooling system، ليه في نظام تبريد زي المراوح اللي موجود في الالكترونيك ديفايس زي الكمبيوتر والسمارت فون، وبيستخدموا مواد كوندكت هيت ويل زي السيلفر مثلا. هقول له to get right عشان تتخلص من الهيت، الحراره اللي generated in the internal component، عشان نتخلص من الحراره اللي موجوده في المكونات الداخليه للكمبيوتر. وده بيؤدي الى بور بيرفورمانس، لو ساعتها ما تخلصناش، يعني يؤدي الى بور بيرفورمانس، وممكن دامج، دمار، لو الحراره زادت مثلا وما تخلصناش منها. طيب ليه يفضل preferred او preferable ان احنا نستخدم الهولو بريك، الهولو كلاي بريك، الطوب المفرغ، احسن من السوليد كلاي بريك؟
في building walls الحيطان. قلنا علشان الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الهواء اللي في الهولو بريك تقريبا 20 مره اقل من الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت بريك الماتيريال اتسلف. يعني الهولو بريك بيوصل حراره اقل 20 مره من السوليد بريك، عشان الهولو بريك فيها هواء والهواء بيعزل، فبالتالي بيقلل الحراره 20 مره. يبقى استخدام البوليسترين انسوليتنج بانل ما بين البيلدينج وولز بيقلل الكوست، التكلفه بتاعت التكييفات. ما انا لما الاقي بعد كده ان الجو جوه مختلف عن الجو بره، بمعنى ايه؟ الجو بره حر، فالجو جوه بسبب الهواء اللي انا حاطه في الطوب وبسبب البوليسترين هلاقي الجو جوه اهدى احسن ابرد. ليه؟ لان الحراره مش عارفه تدخل لانها انسوليتور، فبالتالي هيقلل ريديوس، يعني بيقلل الكوست، التكلفه بتاعت التكييفات. طيب الكونفكشن كارنت، عرفنا ان الكونفكشن كارنت بتحصل للليكويد والجازز اللي احنا بنقول عليها فلويدز. يعني مثلا لما بجيب كريستال من البوتاسيوم برمنجانيت is placed in a beaker contain كميه من الميه على النار. جبت ميه حطيت فيها بوتاسيوم برمنجانيت بيربل كريستال على النار، لقيت ان البيربل كولر is spread in the cup during the heating process by convection. انتقل ازاي؟ لقيته انه طلع لفوق وبعدين نزل لتحت. هقول لكم ليه طلع لفوق ونزل لتحت دلوقتي. عمل الشكل ده اسمه convection. طيب explanation، تعال نمسك الميه الاول. لما بنيجي نسخن الميه when water heated الwater particles near the bottom gain energy. الميه اللي جنب، يبقى تاني الميه اللي تحت اهي بقت هوت، وطالما هوت بقى عندها لو دينستي، واللو دينستي بيطلع، والميه اللي فوق مع اللي هي بتبقى لامسه الهواء بتبقى كولد، وطالما كولد بيبقى عندها هاي دينستي، وطالما هاي دينستي بتنزل. فايه اللي حصل بقى؟ في حاجه بتطلع وحاجه بتنزل. يبقى الهوت ووتر رايز because it less density، والكولد dense water sink بتبدل الهوت. فده اللي بيعمل ايه؟ الحركه المستمره دي. يبقى the continuous movement، الحركة المستمرة continuous movement of water up and down، ده بيحصل بسبب الconvection current، الconvection. طيب نفس الكلام بالظبط هنا في الداي، النهار بيحصل ايه؟ لقينا ان الارض بتبقى عندها الهواء وورم. احنا قلنا الارض زي الرمل بيبقى عنده low specific heat، فبيبقى الهواء وورم. هو بيبقى وورم دافي hot، والورم اير. والبحر السي بيبقى كولد بارد عشان عنده هاي سبيسيفيك هيت طبعا، فبيبقى عنده كولد اير. ايه اللي حصل؟ لقينا الهوت اير بيطلع والكولد اير بينزل، اللي احنا بنسميها السي بريز. نفس الكلام في النايت هنا بيبقى الكولد وهنا بيبقى الورم، فليه برضو بيبدلوا. ده بنسميه التبادل، لان حاجه طالعه وحاجه نازله، حاجه طالعه وحاجه نازله. طيب يا مستر، ده اسمه ثيرمال كونفكشن. يبقى ترانسفير اوف ثيرمال انرجي ان فلويدز، السوائل with the movement of their particle. الحركه بيتحركوا في الكوندكشن. لو تفتكروا الحراره بتنتقل من غير ما البارتكلز تتحرك. هنا انتقال الثيرمال انرجي في الفلويدز، السوائل اللي هي طبعا الليكويد والجاز with the movement of their particle، يعني الحركه بتاعه الجزيئات. الاقي الهواء والميه بيتحرك، حاجه تطلع وحاجه تنزل. لازم اعرف ان الهوت بيطلع والكولد بينزل. طيب في سؤال جيفيزون بيقول لي ليه الهيتر الدفايه بتتحط on the floor of the room، تحت في الأوضة؟ ليه؟ عشان يضمن to ensure equal heat distribution، equal أو equal يعني متساوي، distribution توزيع، عشان يضمن توزيع حرارة متساوي throughout the room في الأوضة. يعني الهواء السخن بيطلع تمام، والهواء الساقع بينزل للدفاية عشان يسخن تاني ويطلع. يبقى الهيت ترانسفير from the heater to the surrounding air، الهواء بيطلع من الدفاية سخن يروح للأوضة يعني، وده بيسبب warmer وليس density air rise. ومين اللي ينزل بقى؟ الكولد ينزل، عشان الكولر هيبقى more density فسنك. عكس السؤال ده، ليه الفريزر بيتحط فوق؟ اهوت ليه الفريزر بيتحط at the top of the refrigerator، او ليه التكييف بيتحط فوق؟ to ensure heat is distribution throughout the refrigerator، عشان اضمن ان الحراره اتوزعت في الاوضه او في في الريفريجريتور بقى، لان الساقع بينزل والسخن بيطلع فيبرد تاني وينزل والكولد والدنستي اير، المور دنستي يعني descend يعني داون، والورم والليس دنستي رايز يعني اب. ممكن اقولها كده، ده بيطلع وده بينزل، على طول تقول لي ده بيطلع وده بينزل. طيب السي بريز فينومينا، في حاجه اسمها السي بريز فينومينا، ظاهره السي بريز.
قلنا ايه؟ لقينا بسبب ان السبيسيفيك هيت بتاعت الارض اقل من السبيسيفيك هيت بتاعت البحر الميه، يعني بمعنى صح ان اللاند الارض بتسخن فاستر زي السي. ايه اللي حصل during the day؟ لقينا ان الصن make the land hot quickly. الصن بتخلي الارض اهي، الصن بتخلي اللاند تبقى هوت كويكلي، فبالتالي الهواء اللي فوق هوت لسه قايلينها، والميه بتبقى كولد، فبالتالي الهواء اللي فوق كولد. ايه اللي حصل؟ الهوت بيطلع عشان عنده لو دينستي، والكولد بينزل عشان عنده هاي دينستي، وفي الاخر ده يبدل ده وتمام. ده بنسميه سي بريز بقى، وتبقى انت قاعد هنا وتحس بنسمه الهواء بقى جايه لك كده من البحر، وده اللي بيخلي الاماكن الساحليه الجو بتاعها احسن شويه في وقت الحر الشديد. طيب الهيت ترانسفير باي راديشن بقى. الراديشن، الصن بتوصل حراره لل ايرث عن طريق الراديشن، ده بيحصل للجازز والسبيس. give reason for ليه on sunny day الصن heat حرارة الشمس بتوصل للأرض بالرغم also there are millions of kilometers of space between sun and earth. يعني ما بين الصن والإيرث مفيش حاجة، في سبيس فضاء. محدش يقول لي ده في نيبيولا، ده في جاز، ده في، مفيش حاجة ما بين الصن وما بين الإيرث فضاء، سبيس، فراغ يعني. ازاي بقى الحراره بتمشي؟ لقينا ان الصن هيت ترانسفير تو اس without need of material particles. مش محتاجه ميديم، مش محتاجه بارتكلز، مش محتاجه لا سوليد ولا ليكويد ولا جاز. ليه؟ ده اسمه راديشن. اسمه ايه؟ راديشن. يبقى explanation of the heat transfer by radiation. how sun heat travel to us. لقينا ان السولار راديشن بيتكون من السولار راديشن، اشعه الشمس يعني، من حاجه اسمها الكترومagnetic ويفز. ممكن نقول عليها سولار راديشن او الكترومagnetic ويف، وطبعا الاحسن اقول عليها الكترومagnetic ويف لان ده تعريف عندنا. بعض من الالكترومagnetic ويف دي فيزيبل زي اللايت وي كان سي، وفي some invisible ما بتشافش زي الانفراريد راديشن وي كان سي. انما الاوبجكتس ابسورب الانفراريد راديشن، وهو ده اللي بيخليك تحس بالحراره. جسمنا لما بياخد الانفراريد راديشن، هو جسمنا كده كده بيطلع انفراريد من الاكل والطعام اللي احنا بناكله، جسمنا بيسخن وسخن بسبب بيطلع انفراريد. بس برضو احنا جسمنا بياخد من الشمس الانفراريد ديت وبنسخن، عشان كده لما بتقف في الشمس بتسخن شويه، بتحس بالحر بسبب ان انت خدت الانفراريد. طيب لقينا ان الفاير فايترز هم بتوع المطافي بيلبسوا شايني سيلفر كلوز، هدوم سيلفر وبتلمع. ليه؟ عشان ريفلكت الهيت، تعكس الحراره اللي جايه عليهم. طب في السمر بنلبس الوايت واللايتد كلر. الوايت الحاجات البيضاء، واللايتد او الكلر الملونه الحاجات البيضاء والملونه، الوان الربيع دي والوان الصيف. ليه؟ تو كيب بادي كول. اشمعنى ليه كيب بادي كول؟ اصل الابيض لقينا الابيض بيعمل ريفلكت لللايت، يبقى عشان هو ريفلكت اللايت وكيب بادي كول. طب العكس بقى في الوينتر لقينا البيبول بيلبسوا حاجات دارك وبلاك، تلاقي الجواكت لونها بني واسود. ليه؟ علشان هي بتمتص الحراره، ابسورب الهيت. الاسود بيمتص، الاسود زي ما شفنا اهو بياخد الحراره، انما الابيض بيطلع الحراره، بيمشي الحراره. ليه بقى مستر؟ to stay warm solar water heater are painted black. بيدهنوا بالاسود. ليه السولار هيتر بتدهن بالاسود؟ عشان تعرف كاتش او اند ابسورب هيت بيتر. لان السخانات الشمسيه، انا اسف، سخانات الميه اللي هي شغاله بالطاقه الشمسيه بتدهن اسود او بلو، دارك بلو، عشان تمتص الايه؟ تمتص ضوء الشمس والحراره. طب ايه هي الالكترومagnetic ويفز؟ هي ويفز propagate in space، عباره عن موجات بتنتقل في الفضاء، بتجي لنا من الفضاء، من الشمس ومن النجوم، بس خلينا دلوقتي بتنتقل very high speed، سرعه عاليه جدا، بتوصل ل 300,000 كيلومتر in second، بتجي لنا من all direction. طيب all objects، كل الهوت اوبجكتس radiate، بتطلع هيت اللي هو الانفراريد راديشن، الاي ار يعني. كل الاجسام بتطلع انفراريد راديشن، والهوتر اوبجكت بيطلع مور انفراريد، الاسخن بيطلع انفراريد اكتر. واول هيت سورسز emit هيت، كل مصادر الحراره بتطلع هيت اكيد، زي الفايرز بيطلع هيت، الدفايه بتطلع هيت، الصن بتطلع هيت. this heat moves through the air. الحراره مثلا في الفايرز، النار والهيتر والدفايه بتجيلنا عن طريق يا راديشن والكونفكشن. الراديشن ليه؟ لان انا الدفايه جنبي. تاني اهو، انت قاعد في اوضه في دفايه او في نار، وانت قاعد بتتدفى بالدفايه او بالنار دي، في بينك وبين اهو، وانت اهو في بينك وبين الدفايه دي جاز، وطالما جاز يبقى يا اما كونفكشن يا اما راديشن. طب انت الصن اهو والارث اهي، وانت واقف على الارث
حاسس بضوء الشمس. هنا بقى في سبيس، فضاء، ازاي جالك؟ بحاجه واحده بس اللي هي الراديشن. اركز امتى اقول راديشن وامتى اقول convection radiation. but the sun heat only traveled by radiation not by convection اللي هو الاير. طب ايه الثيرمال راديشن بقى؟ transfer of infrared rays from the surface of the object بالذات الحاجات السخنه without need for material medium. يعني without need any medium، مش محتاج لا سوليد ولا ليكويد ولا جاز، بيعرف ينتقل في السبيس كمان. الراديشن without need any material medium. طيب في كاميرا اسمها الثيرموجراف. ايه الثيرموجراف؟ التكنيك هي تكنيك حديث، تكنولوجيا حديثه use a camera to sense thermal radiation. كاميرا بتحس بالثيرمال راديشن بالاشعاعات الحراريه اللي emitted by object اللي طالعه من الاوبجكت وبتحولها لcolored image. يعني زي ما احنا شايفين صوره الجسم ده كده، ده كده متشاف بالثيرموجراف، ده انسان متشاف بالثيرموجراف، حولته لcolored image whose color depend on change of the body temperature. والالوان بتعتمد على درجات الحراره، هنا سخن قوي، هنا ابرد شويه، هنا برد قوي كده يعني. imagine in the طب لازمتها ايه الثيرموجراف؟ imagine او اللي احنا بنقول عليها الرؤيه الفيجوال in the dark. بعرف اشوف في الظلام بالثيرموجراف كاميرا ديت. لو لبسناها الجنود اللي لبسوها في الحروب بالليل ولا حاجه يعرفوا يشوفوا الاعداء، يعرفوا يشوفوهم بالطاقه الانفراريد. detecting الكشف عن التمبريتشر اوف اوبجكت، بتكشف عن على درجه الحراره بتاعت الاجسام. طب give reason، بيقول لي السنيكس التعابين are able to hunt their prey at night. ليه التعابين بتعرف تصطاد بالليل البري بتاعتها؟ قلنا because they have عندها فوق راسها حاجه اسمها sensory receptor. يبقى السنسوري they have sensory receptors، عندها sensory receptor حاجات فوق راسها كده عامله زي القرون in the front of their head في راسها من فوق. enable them بتساعدهم ان هي receive infrared radiation تستقبل الانفراريد radiation اللي emitted from their prey's body اللي طالع من اجسام البري اللي هي هتفترسها، فبالتالي تعرف تشوفها بالظبط كانها بتشوف الشخص بالمنظر ده. هي بتعرف تشوف بالمنظر ده من غير لا كاميرا بقى ولا سيرموجراف كاميرا ولا الكلام ده، ربنا مديها السنسور ريسبتورز اللي فوق راسها اللي تخليها تعرف تشوف الانفراريد راديشن. ماشي كده الدرس انا عارف كان كبير شويه بس انتوا شطار ما شاء الله، وان شاء الله باذن الرحمن هنراجع طبعا كتير على الحاجات دي كلها، بس طبعا تذاكروا وتعملوا اللي عليكم، وانا بعت لكم فيديو كمان تاكيدا احنا خدناه بالتفصيل اكتر من كده، بس انتوا شطار وربنا يوفقكم يا رب اللهم امين. عايزكم تذاكروا كويس، تشوفوا الفيديو مره واتنين لو عايزين، اهم حاجه نشوفه مره على الاقل عشان ياكد المعلومات اكتر معانا. ونحل الهوم ورك بتاعنا من كتاب الدكتور الاكسرسايزز من بيج مش فاكر بالظبط اللي هو ليسون 4، هيبقى ليسون 4 تقريبا من 20 لحد 28 تقريبا اللي هو ليسون 4 في كتاب الدكتور الاكسرسايز بتاعنا. مش حبايبي ربنا يوفقكم يا رب اللهم امين. وما تنسوش بقى تيجوا المره الجايه بالامتحان بتاعكم علشان التكريم ان شاء الله على الامتحان الشامل اللي احنا خدناه. انتوا استلمتوا الامتحان هتتكرموا بقى بيه باذن الرحمن الاسبوع الجاي. ربنا يوفقكم يا رب اللهم امين ويفرحني بيكم.